يدرب ويسلح مقاتليه ويعيد إرسالهم إلى داخل إيران، لكنه لم يعلن الحرب عليها. بهذا التوصيف يطرح الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يتخذ من أراضي إقليم كردستان العراق قاعدة له قراره الأخير الذي يعتقد أنه سيضع طهران أمام خيارين. قررنا أن نعود إلى داخل أراضي كردستان إيران، لكننا لا نعتبر هذا إعلانا للحرب، فنحن نريد أن نكون مع أبناء شعبنا ولن نتراجع، فإما أن تسمح طهران لنا بالعمل السلمي المدني وإما أن تهاجمنا، وعندها لن نتوانى عن الرد والدفاع عن شعبنا. آسو تقول إنها سعيدة بقرار حزبها، وهي متشوقة للعودة حاملة سلاحها بعد أن تلقت تدريبات على القتال ومحاضرات عن طرق الاتصال بالجماهير. أنا سعيدة بقرار الحزب، نريد أن نقول للعالم إننا موجودون، وهناك سنحث شعبنا على النضال بشقيه السلمي والمسلح. أنا شخصيا أعتقد أنه لا معنى للنضال السلمي في ظل الأنظمة الدكتاتورية بدون وجود الكفاح المسلح. هذه العودة قد تكلف هؤلاء المقاتلين حياتهم، وقد يتحول المدنيون هناك إلى وقود لتلك الحرب إذا وقعت. النظام الإيراني نظام وحشي، وقد ينتقم من المدنيين الذين سندخل مناطقهم، لكن ذلك هو النضال وتلك تبعاته، وشعبنا يدرك هذه الحقيقة، لكنه لا يخاف ويرحب بعودتنا، ونحن سندافع عنه حتى الرمق الأخير. أما حكومة إقليم كردستان العراق فتبدو غير مكترثة بانطلاق مقاتلين من أراضيها والدخول إلى أراضي دولة مجاورة. قد لا تسكت طهران طويلا أمام انطلاق مقاتلين من إقليم كردستان العراق باتجاه أراضيها، لكن حتى ذلك الحين يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني تدريب المزيد من مقاتليه وإرسالهم تباعا إلى العمق الإيراني. أمير فندي، الجزيرة، من داخل أحد معسكرات تدريب الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.